في شباب وفي بنات تبقى عايزه تتجوز ومشتاقه قوي للجواز، وعايزه تخرج عن بيت ابوها، عايزه تخرج من عند بيت ابوها يعني باي حاجه من الاحوال. اتشقت بقى، اتجوز، عايز اخرج من بيت ابويا. بس صدقوا والله، لما تيجي تخرجي من بيت ابوكي اخرجي على بيت جوزك. ده حاجه يعني، ده الصح يعني. هتخرجي تشقتي والكلام ده اولا مش ابوك وامك مش هيبقوا راضيين عنك، ويحصل مشاكل كتير. حتى جوزك ذات نفسه اللي هو بيقول لك بحبك وبعشقك وبسونك وي وي وحاجات كتير قوي، هيجي يوم من الايام والله العظيم الكلام ده بجد مش هيسونك وهيهينك. صدقيني والله. اوعي مفكره الكلمتين اللي هو بيقولوا لك انا بحبك وانا بموت فيكي ومشتاق لك وما اقدرش اعيش من غيرك الكلام ده بيطول السنين. يعني الكلام ده ثابت على سنينه. لا والله العظيم، في اول مشكله يا ست، مش في اول مشكله، في تاني او تالت مشكله، ده مش هيهينك، هيسففك التراب. ده اللي بيخرج عن بيت من بيت ابوه يعني غير شرعي يعني ممكن يشقطك يعني وكده، يعني اللي انت بتقولي عليه اللي هيسونك. والله العظيم ما هيسونك. ده الموضوع ده كبير. انا بتكلم دلوقتي البنات اللي عايزه تخرج عن بيت ابوها، يعني ايه، عايزه تتجوز وخلاص. انا زهقت من ابويا وزهقت من امي، زهقت منهم، وعايزه تروحي بيت جوزك. صدقيني والله، بيت امك وبيت ابوكي يعني انت تشتغلي فيه خدامه، تشتغلي فيه خدامه. لا تختاري الجوازه الصح، الشخص الصح، الشخص اللي هيسونك. مش عايزه يحبني، مش عايزه يملالي ذهب، عايزه يصني. كلمة يصني، كلمة يحترمني، كلمة يحتويني، فيها جمل كتير الشباب والبنات مش عارفينها. بحبك خلاص، الواد ده بيحبني وهيموت والدنيا كلها هيفرتك الدنيا كلها عشاني، بس في اقرب مشاكل واي حاجه هيذلك بقى. المواضيع القديمه، اذا كان مسك ايدك مثلا او باسك او حضنك، صدقيني والله انت قبل هيردح لك من الاصح، هيردح لك بمعنى الكلمه. وانت بتقولي هتيجي تكلمي تقولي يا عم انت كذاب. يا ستي اعتبريني كذاب. هتمر حياتك وهيجيلك ساعه تقولي يا رب، يا رب ارجع بيت ابويا زي الاول. صدقني والله. انتوا شايفين كلامي كده عادي، كلامي اعتبروه كلام هزار، كلام كده اعتبروه زي ما تعتبروه. بس هيجي من الايام، يا ريت الايام تمر وهتشوف الفيديو تاني بعد ما تتجوزي وتعيشي حياتك، هتيجي تقول الراجل ده عنده حق، الراجل ده كلامه 100%. صدقني والله. يعني قبل ما تسيبي بيت ابوكي وبيت امك، انا عارفك اللي انت طبعا كل واحده بنت مخنوقه عشان امك بتقولك روقي، اغسلي، اصحي الصبح، ابوك يقول لك اعملي كوبايه شاي، اخرجي كذا، ما تخرجيش كذا، اوامر. ده الصح، ده الصح صدقيني والله. لكن لو خرجت من بيت ابوكي معكيش راجل صح يشيلك، ما تخرجيش. معكيش راجل صح يعرف كلمه بحبك ويسونك ويحترمك ويقول لك انت يعني في خيالي حاجه تانية، بس مش بالكلام، بالافعال. ما تخرجيش صدقيني والله. لو قال لك الكام جمله دول اللي يحترمك ويسونك ويشيلك فوق دماغه وحاجات كتير قوي، خرجي معاه. لكن بقى العيال اللي من دول بتوع مامي وبابي، صدقيني والله هتخسري حياتك. احلى مسا عليك لو فهمت الكلام.